لو بتحبوا تقروا كتب او مش بتحبوا، هقول لكم على كام كتاب حلوين جدا ومش هيخليكم تزهقوا، في نفس الوقت مفيدين جدا لو وعندك اطفال. وهبدا لكم بالترتيب من بدايه عمر الاطفال. اول كتاب ذا يامي مامي بيقولك ازاي تغذي نفسك وتغذي طفلك اثناء الحمل عشان طفلك ياخد التغذيه السليمه اثناء تكوينه. وبعدها بتيجي فتره الويننج او اننا ندخل اكل للاطفال، وده بيكون من الشهر الرابع للسادس للطفل، لانه قبل كده بيكون معتمد على لبن الام. الكتابين دول بيتكلموا عن ازاي وامتى ندخل اكل للاطفال، والعلامات اللي بتقول ان الطفل جاهز للاكل، وايه الوصفات اللي ممكن نعملها. في المرحله اللي بعد كده بيكون الطفل كبر وداق وجرب اغلب انواع الاكل. بتيجي بعد كده الفتره اللي بيدخلوا معانا فيها المطبخ. الكتابين دول بيتكلموا عن وصفات للاطفال من عمر سنه، فيها وصفات سهله وصور لذيذه علشان يعرفوا يعملوها بسهوله. وده برضو كتاب طبخ بس بطريقه مبسطه قوي للاطفال الصغيرين، في وصفات خفيفه ولذيذه وسهله تتعمل، ومكتوب التعليمات بطريقه مبسطه جدا، وده الاطفال هيحبوه جدا لانه مليان صور والوان. المرحله اللي بعدها لو اكتشفتي ان طفلك مثلا عنده ADHD، الكتاب ده حلو قوي، خصوصا انه معمول بطريقه مناسبه جدا للناس اللي عندهم ADHD. والجزء المهم واللي انا كنت جايبه الكتاب علشانه هو جزء التغذيه. سبت لكم بقى اهم كتاب للاخر، وده بيتكلم عن الاطفال اللي عندهم حساسيه، وبيشرح الفرق بين الحساسيه وعدم الاحتمال، ازاي نكتشف ده ونتعامل معاه من البدايه. قولوا لي حبيتوا انهي كتاب فيه، واكتبوا لي لو عايزين تعرفوا انا بجيب الكتب من فين.